السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مبروك عيدكم، تعيدوا وتعاودوا ان شاء الله كي لقيتوا عيدكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الصابري اللي نخدموا به ان شاء الله في جميع المناسبات، اللي كيخرج واحد الكميه كثيره، وواحد السر اللي كيعطي واحد المذاق اللي كيعطيه المذاق كلهم الصراحه. اللون ديالو كيجي محمر وزوين، والمذاق منقولش لكم عليه. المهم انا غادا معكم ان شاء الله في المقادير وطريقه التحضير. صدقوني البنات، غير جربوا هذا الصابري راه كيجي زوين وكيخرج كميه كثيره. نبداو بالمقادير ان شاء الله. عندنا مليحه بطبيعه الحال، دائما مليحه ما كننساهاش. عندنا ربعه ديال الزبده، انا كنخدم هنايا باللذ البنات. عندي 2 كيسان ديال السكر كلاصي. اللي بغات دير السنيده دير سنيده، ولكن ديك السنيده رقيقه، ما درتش سنيده غليظه. انا دائما في الصابري ديالي كنخدم بالسكر كلاصي، حيت السنيده بعض المرات كتكون غليظه ما كدوبش لنا دغيا، وملي كنطلقوا الصابلي كتبقى ديك الحبيبات ديال السنيده كيبقاو يعني كيبقاو مرشوشين لنا في الصابلي، ما كاينش المنظر ديالو زوين. هادشي علاش. وبالنسبه اللي بغات تكرميله كيجي صابلي مكرمل كيجي زوين. الجليكوز دائما البنات انا كنصح بالجليكوز، كندير السكر كلاصي ولكن دائما كندير مع الجليكوز، حيت الا ما درتش الجليكوز غادي يجينا صابلي رطب، وغادي يجي مرمل زوين ولكن ما كيصبرش مده طويله وكيجي يعني دغيا كيرطب لينا. المهم نعاود معكم ان شاء الله. عندي مليحه، عندي ربعه ديال الزبده، 2 كيسان ديال الثاني، 2 كيسان ديال السكر كلاصي، عندي 4 البيضات، عندي 2 معلقات ديال الجليكوز، 2 كيسان ديال الزيت. عندي هاد لاغوم هادي ديال الزبده، اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. هادي يعني كاضافه ضفتها انايا. بالنسبه للبنات المكون اللي كيعطيها اللذه وكيعطيها لون وهو هاد الفخاليني هذا راه كيعطي واحد النسمه زوينه وكيعطيها حتى اللون كيعطيها زوين. نبقى ندوي على بركه الله. بسم الله. غنديروا السكر الكلاصي ديالنا. المهم هاد المقادير كلها غنعبرها لكم بالكيس. الزبده هنايا راه شويه تكون بحال هاد الغرفه، ما تكونش في الثلاجه ولا ما تكونش في شي بلاصه تكون بارده. انا هنا كندير الزبده مع السكر هو الاول، كنتبعهم الزيت. كاين اللي كيدير البيض، المهم على حسب الواحد كيفاش كيرتاح في الخدمه ديالته. المهم انا كندهن كندلك الزبده مع السكر كلاصي هي الاولى. المهم باش ما نطولش لكم البنات الفيديو، انا غادي نخلط هاد المهم باقا كنقول السنيده، نخلط هاد السكر كلاصي مزيان مع الزبده حتى يتجانس ليا، وغادي نضيف 2 كيسان ديال الزيت وهانتوما معايا ان شاء الله. هانتوما البنات دابا انا دخلت السكر كلاصي في الزبده، غادي نضيف 2 كيسان ديال الزيت ما يكونوش عامرين، يعني خاصهم غير داك الصبيع باش يعمر صافي. وحتى بالنسبه للسكر كلاصي حتى هما الكيسان ما يكونوش عامرين، حيت مازال عندنا البخاليني حلو، يعني غادي يجينا هو هذا صافي. وغنخلطو مزيان حتى غتولينا الزبده على شكل الفوماط. هذا غنديرو فيها البيض. انا دائما هاد النكهات اللي كنضيف البنات في الصابلي ما كنديرهمش هما الاولين، سواء الفاني اولا المهم اي مكون اي نكهه بغينا نديرو ما نضيفوش هي الاولى. ملي كنديروها هي الاولى مع كنبقاو ندلكو في داك الصابلي بحال كنقطروا داك الجهد ديالها، حتى كندلكو مزيان البيض مع السنيده مع الماء حتى كنقربوا نضيفو الدقيق. عاد كنبداو نضيفو في هاد الشيء اللي غنسمو به، هذا كنبداو نضيفو فيه بشويه بشويه. صافي انا غادي نخلط هذه مزيان، نرجع معكم باش ما نطولش لكم هاد الفيديو. والمهم سمحوا لي على هاد التعطيل البنات، انا دابا راه اي حاجه غادي نبدا يعني اي حاجه غادي نخدمها دابا غادي نشاركها معكم، وعندي واحد المناسبه حتى هي غادي نشاركها معكم البنات. غتسناو فيديوهات جداد. دابا غنبدا نضيف البيض وحيده بوحيده. ضروري البنات من كل حاجه نعطيوها حقها في التخلاط. الزبده نعطيوها حقها، ما ندخلوها في الزيت مع السنيده اولا السكر كلاصي. البيض حتى هو نعطيوه حقه، نعطيو الخلطه حتى كندخلو كل حاجه مع بعضياتها باش كلشي كتجينا متجانسه وكتجينا يعني حتى الصابلي كيخرج من كميه كثيره البنات. اللي كاين الزبده مزيان مبقاش فيها داك الحبيبات راه كتعطيك صح.
وزلوا ضروري نكونوا زعما ما نخليوش يعني كتكون ديك الحبوبات الصغار ولا كتكون مكوره ولا شي حاجه ما نخليوهاش، حيت ملي كندخلوها للفران ملي كندلكوها في الصابلي وكندخلوها للفران ديك الزبده كتذوب وكدينا بحال الحفره في الصابلي. ضروري ما ندلكوها مزيان. دابا غادي نزيد البنات العوام ديال الزبده ولا العوام ديال البوغ واحد كيفاش هاد الكميه اللي بقات عندي غنزيدها كلها تقريبا حساب واحد المعلقه صغيره. غنزيدو جوج معالق ديال الكليكوز. هذا هو السر ديال التقرميشه وديال باش الصابلي كيصبر لنا مده طويله. جوج معالق حتى المعلقه ونص. الا كان جاري ومرخوف بزاف ديروا جوج معالق، الا كان عاقد شويه حيت كيكون كيهز كيحتاج تكون كميه كثيره ديروا معلقه ونص. من بعد ما ضفت الكليكوز دابا بقى لي البخاليني. المهم البنات هادي انا خديتها 10 دراهم. المهم كيتباع جاهز، بغيتو تصايبوه في الدار خليوها ليا في التعاليق نصايبو معاكم. انا ما كانش عندي الوقت خديتو طالع. تقريبا ما بين جوج معالق حتى 3. انا عندي غير 10 دراهم غنديرها كامله تقريبا تكون فيها شي 3 معالق. باش تعطيني ديك البنه وديك اللذه اللي بغيت انا كنقلب عليها. وهاد الكميه هادي راه كتخرج هاد العجينه هادي راه كتخرج واحد الكميه كثيره ديال الصابلي البنات. بالنسبه اللي باغيين يخدموا لي كوموند اولا حتى كانت عندك شي مناسبه في الدار بغيتي ديري بلا ما تبقاي ديري جوج عجينات كديري عجينه وحده راه تبارك الله كتخرج واحد الكميه كثيره. شفتوا الزبده كيفاش ولات البنات؟ مابقاش بهذاك التكعوير، مابقاش باش ما كتجيناش مديره في الصابلي باش كيما قلت لكم ما تجيناش محفره. الصابليه ديالنا حتى كتخدميها وديري عليها تماره وطيبيها وتقاديها في الاخر كتجي كاع متقبل. ديك الزبده كتذوب وكتبقى بلاصتها حفره. دابا مع الصهد البنات الزبده راها دايبه. هذه الريحه طالعه منه ديال البخاليني ما نقولش لكم البنات كيفاش دايره. صافي غنخلط غير واحد شويه وغنبدا نضيف في الدقيق. والدقيق كما قلت لكم البنات اولا كما كتشوفوا كنخلط يعني الصابلي في الفيديوهات اللي قبل راه غير كنجمعوا العجينه غير كنلموها كنجمعوها ما كنبقاوش ندلكو فيها ونبعزو فيها بيدينا ونبقى حتى كتجينا الاستيك كتجينا خايبه. داك هو اللي كيخسر العجينه البنات، داك الدليك هو اللي كيخسرها. المهم دابا غادا نضيف الدقيق شويه بشويه نتوما معايا حتى نشوف كيفاش كنجمعها صافي باش تجيكم ان شاء الله ناجحه وتصدق معاكم. هانتوما بهاد الطريقه ديال الجميع ديال الصابلي. نتمنى البنات يكون الشرح ديالي واضح يكون بسيط يكون كلشي كيفهمو يعني. وسمحوا لي على يعني راه شرح بسيط ويعني كنحاول بامكان يعني نخدم بواحد يعني ما كاين لا تصنع لا والو باش كنهضر في داري باش كنهضر مع وليداتي وباش كنهضر معاكم يعني ماش نجي حتى الفيديوهات غادا نبدا نتصنع ولا غادا نبدا نزوق بالهضره. المهم البنات هذا هو كيفاش كنجمع الصابلي. وسمحوا لي على الشرح ديالي الا كنت ما كنوصلش اولا. المهم اللي لاحظتوها خليوها لي في التعاليق. صافي كنستمر غير بحال هكا غير بالصباع ديالي بلا نقول لكم اطراف الاصابع. المهم كنستمر بحال هكا غير بصبايح كنجمع ما كنديرش لا كفي لا حتى شي حاجه ما كنبقاش ندلك فيها. صافي بحال هكا كنستمر بشويه بشويه كنجمع الجناب وكنجيبهم من الوسط وانا كنزيد في الدقيق حتى كنكمل حتى كتجمع لي العجينه ما كتبقاش جاريه ما كنشوهاش بزاف حتى كتبات تفرتت لينا وما كنخليوش عاوتاني نطلقها مرخوفه بزاف عاوتاني جاريه. المهم انا غادي نجمعها ان شاء الله ونتلاقى معكم في الشكل النهائي ديالها. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديالها. هانتوما كيفاش كتجي راه كتعطي تبارك الله كميه كثيره.
غير هي حاجه واحده البنات، ما نبقاوش ندلكو فيها كيف ما قلت لكم، باش ما تطلقش لنا العجينه الزيت وتنجح معنا وتجينا ان شاء الله صابله كيف ما طلعناه، كيف ما يبقى لنا في الفران. المهم غنديرها في بلاصتها، غنخليها ترتاح ان شاء الله واحد على ما نوجد، على ما واحد ربع ساعه غتكون خليها ترتاح واحد شويه، غنكون بدا نبدا نخدم بها وان شاء الله نطلقوا من بعد ما نطيب صابلي. هانتوما البنات من بعد ما كطيب صابلي راه كيجي على هذا الشكل هذا. شوفوا اللون ديالو كيفاش كيجي محمر البنات، كيجي غزال بهذاك الفخارين اللي درنا فيه، كيعطيه اللون، كيعطيه حتى المذاق. هانتوما شوفوا التحميره ديالته كيفاش جات، كيجي واعر البنات في المذاق. نتمنى البنات ما تنساونيش من التعاليق ديالكم زوينه، ما تنساونيش من اللايكات باش يطلع ليا الفيديو، وان شاء الله نشارك معكم. يعني انا ما غاديش نفيني دابا، حتى غنبقى ندير في البلاطوات، حيت عندي واحد المناسبه غنديرو في البلاطوات، حتى نستف الحلوه ديالتي كامله في البلاطوات. ديك الساعه تشوفوا الفينيتو كيفاش فينيت هذا الصابلي هذا. فينيتو ساهل كيف ما عاده. الكاوكاو كونكاسي كيفاش كنخدم به راني حاطاه في القناه، حاطه كيفاش كنمسيه، حاطه الطريقه ديالته من الاول حتى الاخير. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش من اللايك.